وبفضل الله عز وجل وجهود الأبطال بأن المعركة القادمة والانتصار، وكما يبشرنا الأخ قائد المقاومة في زيارته بالأمس بأن الانتصارات آتية وأن سننتزع كرامة اليمن. قال في البرح جيش الطوارق يا عميل فهم، في البرح جيش الطوارق يا عميل فهم، أنا أنصحك لا تفكر تقترب منه، فيها أسود الوغى وأبطال ما ترحم، أبطال طارق محمد كلهم سنه، بقيادة الفاطمي نعمان حين يزهم في كل جبهة وربي ما يخف ظنه. قال بقيادة الفاطمي نعمان حين يزهم في كل جبهة وربي ما يخف ظنه، إذا هجم للروافض كم ينكل كم، ويتقن النصر في عزمه وفي فنه. قال إذا هجم للروافض كم ينكل كم، ويتقن النصر في عزمه وفي فنه. أنا أنصحك يا خميني قبل ما تندم، رحلك من الشعب واطفي حقك الفتنة، اعطف أداتك ولفلف خبرتك وسلم قبل يرسل سليمان نحوكم جنة. قال أنا أنصحك يا خميني قبل ما تندم، رحلك من الشعب واطفي حقك الفتنة، اعطف أداتك ولفلف خبرتك وسلم قبل يرسل سليمان نحوكم جنة. يشهد الله ذي خالق بني آدم ما عاد يشوف المجوسي في اليمن فهنه، وبات شوفوا كلامي يوم نتقدم كبايق وعلى الخميني لطم بين اذنه. هذا الحقيقة ولازم كل من يعلم وكل زنبيل يوبه يا رجال ابنه. قال هذا الحقيقة ولازم كل من يعلم وكل زنبيل يوبه يا رجال ابنه. الجيش بالله وحده يا رجال اقسم، ما عاد قبلنا حوار معهم ولا هدنه، معركة حامية لا ما يسيل الدم للبحر الأحمر ونوقف حقها المحنة. معركة حامية لا ما يسيل الدم للبحر الأحمر ونوقف حقها المحنة. سلامتكم.